الزمالك، والكل كان متوقع ان تبقى في بدايه مختلفه لنادي الزمالك، ان يبقى فتحه خير. انت شفت النهارده كابتن رضا بدايه من ما شفتش الماتش؟ شفته بس ما شفتش حاجه، ما شفتش قدامك؟ ما شفتش الا اسوريو بس. ده من النظام الباقي. بتحمله الهزيمه النهارده. هو والناس اللي مشيت دي هم السبب في اللي بيحصل النهارده وهيحصل بكره. ايوه انا عايز اتكلم على ماتش النهارده. لعيبه الزمالك، ايوه لعيبه الزمالك لابسه فانيلات مختلفه. عيب عيب. احنا هنتكلم بجد ولا هنقعد؟ لا شوفوا المسؤول مين اللي وصل النادي لكده. لما تروح البادج مختلف والفانيلا ما ينفعش يا فاروق. انت بتتكلم في بادج، انا بتكلم الكوره بعيد عن ما فيش كوره، ما احنا قايل لك. بص لا كابتن، زمان كان اللعيبه ما بتلبسش اللبس ده وما بتسافرش في الطيارات دي، لكن يهمها انها تكسب. بس خلاص زمان. انت دلوقتي بتاخد طياره خاصه. تمام، انا بقول لك اهو حاجه فل زي الفل. احسن شركات اللبس بتيجي تتعاقد معاك. واخد بالك؟ التسويق بتاعك بيبقى عالي جدا. ده انت ما كنتش لاقي تودي فرق بتلعب بطوله يعني بطوله محترمه. واخد بالك؟ ولغايه قريب اهو ما كنتش عارف تأيدهم. ايوه انا بكلمك كوره، كلمني كوره. مفيش، ما انت كوره مفيش. يعني لعيبه الزمالك اللي موجوده النهارده يا عم مفيش لعيبه الزمالك. ما تكسبش الفريق بتاع والمصحف ما تكسب. انت عارف لو لعبوا تقسيمه الاثنين خسرانين، هيخرجوا الاثنين خسرانين اللي بيلعبوا ضد بعض. مش هتعرف مين اللي. يا راجل صلي على النبي، يا راجل صلي على النبي. ده مفيش لا اساسيات كوره ولا بدايات. هات لي بس التشكيل بس، والله العظيم حرام، والله حرام. بتاعت كابتن رضا النهارده، بتاعت نادي الزمالك النهارده هنقعد موجوده. انت يعني انت دلوقتي عايز تحمل اللعيبه. محمد صبحي مش ده منتخب مصر؟ ما يتاخدش. وانا قلت لك ما يتاخدش منتخب مصر. مسلوسي، محمد عبد الغني، حاتم سكر، اوباما، مسلوسي عامل زي لوسي، نبيل عماد دونجا اللي كان بيشطح، ابراهيم نضاي، مصطفى شلبي، سيف الجزيري، سيف الجزيري ده منتخب تونس، شيكابالا اسطوره نادي الزمالك. ما يكسبوش فرقه بتاعت ارسنال؟ لا ما يكسبوش. الله ايوه والله زي ما بقول لك، في ظل الظروف بتاعت المدير الفني اللي هو عمال يفتي ده، واخد بالك، وبيلاعب لعيبه ما تعرفش ده بيلعب فين وده بيلعب فين، ومصمم وبيحب لعيبه بعينها. يا راجل ده نضاي النهارده كل كوره يمسكها ويديها لهم. المسلوسي كل كوره يديها لهم. السكر بقى ملح، واخد بالك. وعندك النهارده في واحد من المحللين قاعد عايز يغلط مجدي محمد عبد الغني، يقول لك الجون الثاني مسؤوليته ايه؟ اذا كان الراجل كان رايح يقابل في نص الملعب، اتلعبت المعلم اللي اسمه حسام عبد المجيد ده كان لازم يروح ويضغط وما يخليش الراجل يرفع عينه ويعملها بالشكل ده، وتعدي وتروح لسكر يقوم جاي قالشها للراجل بيصلحها له. وما شفناش الجون الاولاني، احنا ما شفناش الجون الاولاني واخد بالك. وتقول لي لعيب الكوره ايه ده؟ مش عارفين يقفوا في الملعب، مش عارفين يتحركوا. لا بس ده ليه هو دول لعيبه نادي الزمالك برضه يا كابتن. ما هي دي اللعيبه بقى اللي هي فضلت لك من الخراب المستعجل. يعني اللعيبه المصحصحه انت بعتها ومشيتها وفسخت عقودها، وسبت اللعيبه اللي هي عامله زي شويله الملح. دول لو راحوا اي نادي يا كابتن مش هيوقفوا النادي ده. والمصحف ملعبه مراكز الشباب. اقعد ساكت بقى، باستثناء شيكابالا بس لما اكون فايق، ومصطفى شلبي.